السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه ديالي اللي هي قناه ديالكم. معكم شروق في فيديو جديد وخبر جديد كما العاده، نتمنى تعم فيه الافاده. خوتي خواتاتي، اخبار حصريه واخبار مهمه واخبار خطيره جدا غادي نشارك معكم في هذا الفيديو. واخيرا نقدر نقولوا واخيرا فرنسا كتفضح الجزائر وكتكشف حقيقة الجزائر والغيرة والحقد والحسد ديال الجزائر على المملكة المغربية بالأدلة. الإخوان صراحة تصريحات نارية اللي كنشوفوا غادي تفجر طبعا هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي. كيف ما قلنا، أخبار اللي جاية من سفير فرنسي سابق اللي كان سفير فرنسا في الجزائر، وغادي نشارك معكم جميع التصريحات اللي عطى وبالدلائل الإخوان اللي فعلا كتحط الجزائر في موقف اللي لا تحسد عليه. بقاو معايا في هذا الفيديو، غادي نطرقوا لهذا الخبر كما العاده في هذه القناه المتواضعه. على بركه الله ندخلوا في صلب الموضوع. اول حاجه واهم حاجه، تحيه كبيره ليكم ناس ديالي ميخنتي اينما كنتم. شكرا لكم دائما وابدا على الدعم، على التحفيز، على اللايك وعلى البارطاج. طبعا اللي مازال ما اشتركش في القناه، هذه هي الفرصه باش يشترك، يفعل الجرس باش دائما يوصلوا كل جديد. ورمضان مبارك لجميع المتابعين الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خوتي خواتاتي، فعلا كنشوفوا بأنها تصريحات اللي هي فعلا نارية، تصريحات اللي كتبين الحقيقة وكتكشف هاد المعاناة ديال المغرب من هاد الجارة السوء، معاناة المملكة المغربية. صراحة رخص العالم يعطي جائزة لجلالة الملك كملك وللشعب المغربي كشعب اللي مستحمل هاد الحقد وهاد الحسد وهاد الغيرة اللي لا توصف ديال هاد الجيران هادو. فعلا كنشوفوا بأن سفير فرنسي سابق بالجزائر يروي الحسد الجزائري للمملكة المغربية. الإخوان كنشوفوا بأن فعلا صراحة يعني أمور اللي حنا كاملين بينا كنشوفوها، يعني غير في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أبسط الأشياء، القفطان المغربي، الطاجين المغربي، التراث المغربي، العادات المغربية، التقاليد المغربية. فعلا كل شيء كينسبوه ليهم، كل شيء كيتنسب للجزائر طبعا من طرف هاد الناس هادو اللي كيف ما عارفين كاملين بينا، يعني ما عندهم شي تاريخ عريق بحال المملكة المغربية. كينقلوا كيسرقوا هاد التراث وتقاليد نقدروا نقولوا ابسط الاشياء المغربيه كينسبوها ليهم. يعني كاينين شي حوايج اللي فعلا كيضحكوا، ولكن فوق هاد الضحك هذا، ولا يعني الا بغينا نعطيو شويه الجديه لهاد المساله، راه فعلا راه شي حاجه اللي كتبين يعني واحد المرض اللي عندهم سميتو المغرب والثقافه المغربيه والتراث المغربي وفعلا يعني حاجة اللي لا توصف، لا توصف الإخوان. كنشوفوا بأن في هاد التصريحات اللي عطى طبعا هاد السفير كيف ما قلنا فرنسي اللي كان في الجزائر، شابير درينكورت، كيتكلم يعني بكل حرقة على هاد القضية هادي. الصحيفة ديال الفرنسية ديال جورنال دو ديمونج كنشوفوا بأنه كيبين وكيتكلم على هاد 3 سنين اللي دوز في الجزائر، واللي يعني عرف فيها بزاف د الامور. توتر بين الجزائر والمغرب بعيد طبعا عن توجه نحو الحل. كيف ما عارفين كاملين بينا الجزائر قطعات هاد العلاقات مع المغرب، ودابا بدينا كنعرفوا الاسباب اللي قديمه في الوقت، ماشي غير دابا سينو قديمه. يعني كيف ما كيأكد هاد السفير السابق الفرنسي بأنه كانت هاد المسألة ملي كان بوتفليقة في الحكم. يعني شوفوا معايا، يعني هاد الشيء راه كيرجع للور بزاف.
كنشوفوا بأن تسبب قطيعة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر قبل أكثر من عام ونصف في إحداث تغيير مهم في شمال إفريقيا أثر على فرنسا، التي بالإضافة إلى مشاكلها الداخلية نقدر نقولوا صبحت بطلة الرواية مرة أخرى بسبب تصريحات هاد شابير درينكورت كيف ما قلنا سفير سابق لفرنسا في الجزائر. وقد أكد في تصريحات لهذا جورنال ديمونج وأوضح فيها أن إقامته في الجزائر أكثر من 3 سنوات لم تترك له نقدر نقولوا ذاكرة جيدة. كذلك نشوف بأنه تحدث أيضا على الأزمة الحالية التي تمر بها فرنسا مع كل من الجزائر والمغرب. نقدر نقولوا بأن الأزمة مع الجزائر تم الحل ديالها وإنهاء ديالها وطي الصفحة ديالها طبعا باش يتصالحوا وترجع الأمور كيف ما كانت عليها من قبل. طبعا السيد تبون مشى للجزيرة القناة القطرية باش يسولوا على فرنسا ويأكد بأن فرنسا راه ماماهم وما يقدروش يستغنوا عليها، يعني رسالة اللي وصلت لماكرون في ظرف يعني قصير بزاف. وطبعا تم الرد عليه من طرف ماكرون باش يقول ليه يعني راه غادي يبداو صفحة جديدة. نقدروا نقولوا بأن هاد البانطوميما كيف ما كنقولوا لا هاد يعني هاد الانترفيو كان القصد ديالها ولا لوبجيكتيف ديالها الاساسي والاول والاخير هو الصلح مع فرنسا، وتم هاد المساله هذه. غادي نرجعوا حاليا للازمه ديال المغرب مع فرنسا. قال ان رؤيه الجزائر تغيرات كثير خلال السنوات التي قضاها هناك، وفي الواقع يتحدث عن الزيارة الأولى لإيمانويل ماكرون للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. لم يعد بوتفليقة المهيب والقوي الذي كان يتمتع بكل براعته وقد نقدر نقولوا والثقة اللي كانت عنده ملي زاروه لأول مرة عندما استقبل كل شيء. سياسيون الفرنسيون أولئك الذين ينتمون إلى اليسار أو اليمين. وكذلك كان كيأكد بأن هذا الرئيس السابق الجزائري لم يستطع تحمل أن الفرنسيين كانوا وديين للغاية مع جلالة الملك محمد السادس، وهذا الشيء كان لقد دفعه الى الجنون. كذلك نشوفوا بانه كان ينتقد بزاف علاقه جاك شيراك يعني الرئيس السابق الفرنسي مع جلاله الملك محمد السادس، وبحكم ما كانت علاقه قريبه بزاف وعلاقه ود وصداقه نقدر نقولوا شخصيه. كذلك اكد بان المغرب حاليا خصو يرجع العلاقات ديالو مع فرنسا وكذلك فرنسا مع المغرب، وخصوصا بانه وركزوا لي على هاد انه الاخوان ديروا تحت من 100 سطر بان فرنسا يلا عطاوها الاختيار غادي تختار علاقتها مع المملكه المغربيه بدون شك. كنشوفوا بان هاد نقدروا نقولوا الرئيس عفوا السفير الفرنسي السابق في الجزائر كيأكد بأن علاقة المغرب مع فرنسا كانت دائما علاقة ممتازة، وإلى فرضوا عليها الاختيار كيف ما كنشوفوا هو قارن العلاقة ديال جاك شيراك مع جلالة الملك محمد السادس وهذه العلاقة الحالية ديال ماكرون. كيأكد بأن جاك شيراك كان كيميز فرنسا على الجزائر، وحاليا ماكرون باغي يتفادى يعني هاد المسألة بالضبط، يعني ما باغيش يميز دولة على دولة بحكم ما كاين هذا الاحتكاك الكبير دابا حاليا في شمال افريقيا بين المغرب وبين الجزائر، فلهذا باغي يعني يبقى نيوترال كيف ما كنقولوا. ولكن الا فرضات ولا حتمت الظروف الاختيار اكيد ماكرون غادي يختار علاقته مع المملكه المغربيه. هادو التصريحات اللي كيف ما كنشوفوا علنات عليهم هاد الجريده ديال اتلاير الاسبانيا اللي كتكلم على هاد نقدروا نقولوا تصريحات ديال السفير السابق شابير درينكورت في الجزائر لمدة 3 سنوات. وهذا هما تصريحات ديالو فعلا تصريحات اللي كتبين هاد الحقد والغيرة ديال الجزائر للمغرب منذ زمن. هذا ما كان الإخوان، نتمنى كما العادة تعمل إفادة اللايك والبارطاج لهذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وفي حفظه، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.